بقول لك ايه، خد ياض. انا لعبتك كام ماتش السنه دي؟ كسبتك منهم كام ماتش السنه دي؟ اخر ماتش منهم السنه دي كسبتك كام؟ طب خلاص روح يا ابو تلاته، صعبت عليا. روح ايه يا دول؟ كلام على ايه الحكايه بالظبط؟ حد يا جماعه يروح لنادي الزمالك يقول له ياكل لقمه وينده لي وينسى اللي حصل من النادي الاهلي؟ الله. يلا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده مساء سعيد، ده مساء شريف لجمهورنا العظيم ولعائلتنا الفخيمه. الله يا رب، اللهم يا رب فرجها على اخواننا وارحم شهدائهم وارحم موتانا جميعا وارحم ابي وعمي. اللهم احفظ ارض مصر من كل يد اراد بها شر. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه. وكالعاده بعد كل مباراه لازم ندي لكل حي حقه يا جماعه. معانا ثلاث افضل لعيبه في المباراه النهارده على حسب اجماع كل منصات التحليل الرقميه. في المركز الاول اشرف بن شرقي، النهارده عريس ونجم المباراه، اللي النهارده مسجل هدفين، عمل مباراه ولا اروع، والنهارده بيرقع تروب قدامه في المؤتمر الصحفي زي ما لسه هتكلم معاك بعد شويه واقول لك الراجل بلسانه بعد ما كان بيتريق وبيسف عليه من شهر شهرين دلوقتي بيقول عليه ايه. اشرف بن شرقي هو بلا منازع رجل المباراه الاول. اما في المركز الثاني مصطفى الشوبير. مصطفى النهارده صد ضربه جزاء، النهارده مصطفى الشوبير انقذ النادي الاهلي من هدف كان ممكن يتسجل في الدقائق الاخيره من عمر المباراه، حافظ على شباك النادي الاهلي فيستحق المركز الثاني. اما في المركز الثالث ياتي حسين الشحات بعد ما قدم واحده النهارده من مباريات عمره وصنع هدف ممتاز جدا وسجل هدف ثاني. شابوه يا رجاله. وهي دي اللعيبه اللي ما ينفعش تطلع من التشكيل الاساسي يا جماعه. واي حد يزعل من الكلام او يقول ان احنا بنفضل لعيبه على حساب لعيبه، والله دايما بنتكلم عشان ده اللي منيمنا فرحانين النهارده كالمعتاد يعني. وحتى لو اوقات ما بنفرحش بنفضل دايما ورا، ولكن في ظل ما بنشيد باللعيبه دي تعالوا نروح بقى لمجموعه من الجنود المجهولين اللي لازم اديهم حقهم بصراحه يعني، عشان هم دايما في النكد عندنا مدعيين وفي الفرح منسيين. فتعالوا نقول النهارده شابوه لطاهر محمد طاهر. حقيقه يعني يا جماعه النهارده وجوده على الطرف اليمين من الملعب عمل زخم كبير جدا سواء على المستوى الهجومي او على المستوى الدفاعي. طاهر راجع يمكن في توقيت نقدر نقول ان هو راجع في توقيت مهم جدا للنادي الاهلي. يا فكرك بالجون اللي سجله في سموحه في الوقت البدل الضايع، كوره سبحان الله ما حدش كان مخطط ان طاهر ممكن ينزل يجيب جون في التوقيت ده، والنهارده بيعمل حته اوفر بوعي كبير جدا وباحساس المكان لاشرف بن شرقي، بيسجل منه هدف كان قاتل بالنسبه لنادي الزمالك في عمر المباراه. الزمالك اللي داخل النهارده نافش ريشه وانا متصدر وانا ما اعرفش ايه، النهارده بيتلب جون من اول 15 دقيقه عملت زلزال كبير جدا تحت رجلين لعيبه نادي الزمالك. اللاعب الثاني مروان عطيه. بصراحه يا جماعه عشان الناس بتقعد تشيد كتير جدا بديانج، ولكن مروان عطيه النهارده اقدر اقول لك كان واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي، وتحديدا كمان في الشوط الاول وقت ما كان نادي الزمالك اول 10 دقائق ربع ساعه بيحاول يعمل حاجه، فاهمني؟ بيحاول يروح على الجون. في التوقيت ده تحديدا مروان عطيه قطع 3 كور وافسد 3 هجمات لنادي الزمالك، وكمان دوره كان مهم جدا في الهدف الثاني. بس يعني الحاجات دي رقميا ما بتتلاحظش، يعني لما مروان يضغط على حدود منطقه جزاء نادي الزمالك يربك اللاعب فالكره تتقطع منه تروح لاشرف بن شرقي يديها لحسين الشحات يسجل الهدف الثاني. اذا هي كره فارقه، طبعا الاحصائيات مش هترصدها، عشان كده لازم مروان عطيه كجندي موجود في الماتش النهارده لازم نحييه. ولكن مفاجاه الماتش بصراحه احمد رمضان بيكهام. ايه يا ابني الجمال والحلاوه دي؟ حقيقه النهارده بيكهام نسانا ان احنا بنلعب وما عندناش باك يمين. فاكر الناس كانت بتقول لك احمد عيد او نشتري احمد عيد؟ يا ده احنا بص، ده احنا اتهاجمنا هجوم عن احمد عيد، ده ملوش دعم عندنا ولاعب لا يرتقي ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. ده احمد بيكهام اهو ابن النادي الاهلي النهارده بيلعب دفاعا وهجوما ما شاء الله، اللهم بارك يا جماعه. احمد رمضان بيكهام النهارده عامل 4 ترقيصات او 4 مراوغات صحيحه من اصل 4 مراوغات. احمد رمضان بيكهام النهارده بدل عليه شيكو بنزا، عدي الدباغ، خوان بيزيرا. احمد رمضان بيكهام ما بيلعبش كوره من شهر فبراير اللي فات، اخر كوره لمسها مع النادي الاهلي من فبراير من 3 شهور، والنهارده بيكهام قدم اداء ولا اروع بصراحه. شابوه يا ابني شابوه. وهرجع اقولها مره ثانيه، لو بيكهام هيفضل مع النادي الاهلي يتوظف في باك يمين انا شاري يا باشا، ومن دلوقتي اعملها والله ما عنديش اي مشكله. ولكن قبل ما اقول لك على مين هو راجل المباراه الاول بلا منازع بالنسبه لي، تعالوا نضحك شويه مع الاسوأ من المباراه دول النهارده من لعيبه النادي الاهلي. لا مش لعيبه النادي الاهلي، خشين على الاسوأ تقييما النهارده في المباراه من لعيبه نادي الزمالك. وصاحب المركز الثالث هو ناصر منسي الحنطوره. افضل مهاجم في التاريخ، افضل مهاجم في الكوكب، افضل مهاجم في المجره، اللي هو المهاجم اللي هو افضل مهاجم في العالم وهو ما هواش هداف الدوري، افضل مهاجم في العالم وهو مش مهاجم منتخب مصر اصلا. ناصر منسي النهارده 0 فرص،
ناصر منسي النهارده اهدار لفرصه في الشوط الاول، عدت الجمهور بيشد في شعره منه، واسوا لاعب النهارده في المباراه في المركز الثالث. في المركز الثاني النهارده المهدي سليمان، اللي لما كان في يعني ايه بعض الملاحظات على مصطفى شوبير الماتشات اللي فاتت يقول لك ايه بقى، لا 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 وسع بقى، اركن لي محمد الشناوي، اركن لي مصطفى شوبير، هو ما فيش غير المهدي سليمان حارس مرمى منتخب مصر في بطوله كاس العالم. ايوه امال هو ده كلام الناس العاقله. النهارده المهدي سليمان بعد ما كانت الاحصائيات بتقول ان هو المفروض يستقبل هدف على اقصى تقدير، النهارده المهدي سليمان يا باشا ما فيش ولا كوره صدها، ما شاء الله اللهم بارك. بص كده بالزوفه. النهارده اشرف بن شرقي في الجون الثالث قال له يا مهدي خدها صايمه، خدها وانت ساكت، البس يا مجدي من تحت ايده، ودخلت ايه تصغر. ولكن مين صاحب المركز الاول النهارده في اسوأ لاعب في المباراه؟ نرجع لكلمه كابتن ايمن يونس اللي كنت بكلمك في بدايه اللايف وقلت لك اصل ايمن يونس في الماتش او في التحليل ما قبل المباراه بيقول لك ايه في الاستوديو التحليلي؟ نادي الزمالك عنده عناصر فتاكه، اللي هو بعد ما يخسروا يقول لك اصل هنعمل ايه؟ الزمالك العرض الطول وما اعرفش ايه. كان بيقول لك بيزيرا ده اكتر لاعب فعال واكتر لاعب مهم في تشكيله نادي الزمالك وعلى النادي الاهلي. فحسام غالي استغرب قال له هو مين ده اللي فعال على النادي الاهلي؟ ده انت بلسانك نفسه كنت بتقول بعد المباراتين اللي فاتوا ان كوكا حطه في جيبه. بعد حازم امام صعب عليه ايمن يوسف، التعريضه جت شمال، التطبيله جت شمال، قال له يا حسام انت بتكلم كابتن ايمن يونس ليه كده يا حسام؟ النهارده خوان فضل الله عبد الرازق شيكابالا بيزيق خوان 2000 باريزه، ما حصلش النهارده باريزه، ما حصلش النهارده ربع جنيه مخروم. والنهارده جابوه يمين، جابوه شمال، جابوه شويه على بيكهام، جابوه شويه على كوكا، مفيش يا باشا، مقفوله. عشان بس تعرف كم التهويل بتاع اللاعب اللي كان المفروض منتظر استدعاء من كارلو انشيلوتو في القائمه بتاعت منتخب البرازيل، وربنا يشفي الجميع طبعا. ولكن عايز بس اسال سؤال قبل ما نروح للتصريحات النهارده اللي جت من الاثنين المديرين الفنيين، قبل ما اروح لك في النهايه لحظوظ النادي الاهلي القائمه بعد مباراه القمه. اين الاعلام؟ تمام؟ الاعلام من ايه بالظبط؟ النهارده يا جماعه للمره الثالثه خلال موسم واحد عبد الله السعيد وهو خارج بيتغير في الشوط الثاني عمال بيشوح وبيزعق وبيشوط الارض وبيشوط كولديرات الميه وبيشوط الازايز. النهارده عبد الله السعيد لما تبص على احصائياته كده عمالين يقول ده كان افضل لاعب في نادي الزمالك النهارده، التسديده الوحيده اللي سددها عبد الله السعيد كانت هي الازازه اللي جت في وش جمهور نادي الزمالك او الجهاز الفني. وعلى الرغم من كده النهارده حاله صمت رهيبه من جمهور نادي الزمالك، مش عارف ليه، هل لانه اللاعب الاكبر سنا ادبوهم يعني فيعمل فيهم اللي هو عاوزه، ولا عشان ابننا يعمل اللي هو عاوزه؟ هي مش فارقه، والله ما فارقه. ده انا لسه هضحكك لما اقول لك تصريحات معتمد جمال قال لك ايه على عبد الله السعيد. انا بالنسبه لي اللي فارق حاجه واحده، كده كده عبد الله ابننا ويعمل اللي هو عايزه، ما تعرفش هو ماسك عليهم ايه. اين الاعلام؟ اين الاعلام الاصفر او الابيض ابو خطين حمر؟ الاعلام اللي كان اليومين اللي فاتوا مسمعنا ان غرف خلع ملابس النادي الاهلي بتشتعل. الوطن سبورت ازيكم كنت بتقولوا ان غرف خلع الملابس بتشتعل بسبب ان في مشاكل ما بين شوبير والشناوي قبل مباراه القمه. ازيكم مش هتتكلموا عن عبد الله السعيد؟ استاذ ابراهيم عبد الجواد الاعلامي الحر جدا المحايد الابيض ابو خطين حمر اللي كان عمال يقول لنا زيزو هربان من مباراه القمه، ده في مشاكل في غرف خلع ملابس النادي الاهلي، ده زيزو ما اعرفش في ايه يا فندم. عمرنا ما سمعناك بتتكلم عن عبد الله السعيد اللي عمل المنظر ده 3 مرات خلال الموسم الحالي، تمام؟ قدام في ماتشات نادي الزمالك. وهرجع اقول مره ثانيه ابننا ويعمل اللي هو عايزه، ما شاء الله راكب ومدلدل رجليه حاجه الاجه بصراحه. طيب تعالوا بقى نروح لتصريحات المديرين الفنيين النهارده، بس قبل ما نروح للتصريحات عشان بس نضحك عليها تعالوا نتوقف على الحاله التحكيميه النهارده وباجماع اراء الحكام. اولا ضربه جزاء نادي الزمالك اللي خدها النهارده هي ضربه جزاء وهميه تحايل فيها النهارده لاعب بنتاج، عشان بعض الناس جايه بتقول لي بعد الحلقه وبعد اللايف يا دوله اتعودنا منك تكون حقاني، بس ضربه نادي الجزاء ضربه جزاء. ما انت يا باشا عشان ما اتعودتش ولله الحمد غير ان انا اكون حقاني قلت لك انها مش ضربه جزاء. ارجع اتفرج على اللقطه 100 مره تاني هتلاقي ان هادي رياض وهو بيندفع راح واقف بنتايج ما صدق، فهو بينط رجليه ما تعرفش ازاي بقت لفه، هي اللي لفه اللي هو ايه هلبسها لك بالعافيه، هلبسها لك غصب واقتدار، سيميوليشن واضحه وصريحه لا تحتسب بضربه جزاء. كل خبراء التحكيم النهارده اجمعوا ان الونش في لقطه الشوط الاول اللي هي اللي ضرب فيها امام عاشور في وشه واتعادت بقى من زوايا اوضح كمان، الونش عامل ازاي لامام عاشور؟ الاول كان بيزقه كده وبعد كده راح مديها له بالوش بالبوكس في وشه كده، لقطه تستوجب طرد واضح وصريح. ناصر عباس خدها من على لساني في اللايف، انا ما كملتهاش في اللايف لما قلت ايه يا سيدي كنت اديله انذار، خد انذار بس ومالكش دعوه. ليه؟ لان اللقطه العنيفه اللي تدخل فيها الونش تاني على احمد رمضان بيكهام تدخل بكل غل، تدخل يا راجل ده انت راجع من 2 رباط صليبي، يا راجل حرام عليك،
يا راجل يعني اتقي الله في زمايلك حتى في الملعب، لما تدخل على بيكهام داخله زي دي ممكن تعوره فيها ولا ممكن تصيبه، لكن هنقول ايه يا جماعه؟ الحكم اداله انذار. تخيل بقى لو كان الونش كان خد انذار في اللقطه الاولانيه، خد انذار في اللقطه الثانيه، كان نادي الزمالك هيلعب من الدقيقه 65 من عمر المباراه وهو مطلوب منه واحد. فرح ابن العمده. النهارده ما كانتش هتخلص ثلاثه، النهارده اصلا نادي الزمالك خلصان ثلاثه مع الرأفه، لا تخلص بقى خمسه. كنا مش بعيد نعيد نعيد السته مره ثانيه، عشان هرجع اقول لك مره ثانيه، رغم ان الناس فاكره ان النهارده النادي الاهلي التحكيم كان كويس. لا يا باشا، هي الفكره مش التحكيم كان كويس، النهارده التحكيم كان ضد النادي الاهلي، لكن هو ده نادي الزمالك وهو بيلعب مش محمي بحكامه. اصل نادي الزمالك بيحب الحكام المصريين قوي امام بيعز الحكام المصريين زي يعني ادي مستوى نادي الزمالك من غير الحكام المصريين. ثلاثة ابو ثلاثة. تعالوا نروح لتصريحات المدير الفني، تعالوا نروح نبدا بكابتن معتمد جمال. النهارده تصريحاته جميله ولذيذه وتضحك قوي بصراحه. كابتن معتمد مع احترامي الكامل ليه بيقول لك ايه؟ اللي حصل في المباراه النهارده دي ما كناش عاملين حسابه طبعا. انت كنت فاكر ان النادي الاهلي هيدخل ماتش القمه وهو مش عامل حساب ان هو بيلعب ماتش قمه. قال لك ايه بقى الراجل؟ قال لك احنا اتصدمنا من اللي حصل، ماتش سيء جدا بالنسبه لنا، ما كناش عاملين حسابنا على النتيجه دي خالص، لكن هي دي الكوره. يعني كان عندنا اخطاء كتير، بدانا الشوط الثاني واحنا برضو بنحارب النادي الاهلي على الاستحواذ. يا استاذ كابتن معتمد، هو انا ما قلتلكش يا كابتن؟ انا حذرت امبارح مستر يستروب ان انت ما تستحوذش من نادي الزمالك. دي كانت خدعه يا باشا احنا عارفين ان نادي الزمالك كل ماتش بيلعب رامي الكره للمنافس بتاعه. النهارده النادي الاهلي طمعك، اول 10 دقائق ربع ساعه خرجك بره المناطق بتاعت حضرتك، هوب راح مديلك الاولى في الثانيه. بص ما سماش عليه خدعه يا باشا، خدعه. ورجع بعد كده لما الناس رميته على حسام عبد المجيد وليه يلعب ضربه الجزاء وضيعها، قال لك هو المسدد الاول لضربات الجزاء، ونعم جمهور نادي الزمالك ان احنا هنقاتل ان شاء الله خلال المباراتين القادمتين، والسلام عليكم ورحمه الله. والصراحه يعني مش عايز اتقل على كابتن معتمد، هو من الناس المحترمه وانا بحب الناس المحترمه بصراحه. عشان كده هرجع واقول جماعه، النهارده النادي الاهلي لما يكون في حالته، والله لو مش معتمد جمال، والله لو جابوا له هانز فليك، لو جابوا له مين، لو جابوا له يورجن كلوب، لو جابوا له جوارديولا، هو ده تمامك، هو ده تمام نادي الزمالك مع النادي الاهلي في ماتشات القمه. يا جماعه النادي الاهلي بيكسب نادي الزمالك من ايام السلطان، كاس السلطانيه الملكيه من 1907، من قبل الثوره وبعد الثوره، من بعد ثوره 2012 وبعد ثوره 2012. بنكسبك صيف شتاء ربيع خريف، بنكسبك رمضان وفي الاعياد، بنكسبك بالطقم الاحتياطي ومن غير الطقم الاحتياطي او بالاساسي، بنكسبك وانت بتقول ان انت معاك فريق الاحلام، او انت بتقول ان انا واقع، بكسبك وانت بتقول عليا ان انا واقع، او انا في يومي بكسبك بحكام مصريين باجانب المان فرنساويين كرواتيين. بص اي زي ما انت عايز، النادي الاهلي بيكسبك في النهايه. ما تقاومش، استمتع زي ما قال لك عمرو اديب النهارده. قال لك بص، الزمن يروح ويجي، ما كل حاجه ممكن تتغير الا ماتشات النادي الاهلي والزمالك نفس الرخامه نفس التلامه، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الزمالك بيخسر من النادي الاهلي حتى وهو في اسوأ حالاته. هو ده الملخص يا كابتن معتمد، مش عايز اتقل على حضرتك اكتر من كده، عشان عندنا تصريحات مستر كيس خروب اللي النهارده بيزيد في الزيطه. مستر يسروب قال النهارده في المؤتمر الصحفي ما عنديش تعليق على المباراه بشكل عام، انا عارف كويس قيمه ماتشات النادي الاهلي والزمالك، وشايف ان احنا فريق كنا منظمين تكتيكيا على ارض الملعب. قبل الماتش قلت للعيبه خلوا عائلاتكم تفتخروا بيكم، كان عندي اصابات وكان عندي ايقافات، وكنا بنتكلم قبل كده ان عندنا ازمه في مركز المهاجم، وسبحان الله اكتشفت ان اشرف بن شرقي بقاله اسبوع بيتمرن على انه مهاجم ولعبها كويس. شوف ازاي حسين الشحات لعب النهارده بلاي ميكر او لعب سكند سترايكر، لعب مهاجم وهمي ولعبها كويس. سبحان الله، انا يعني احييهم، والله انا احييهم. انا بقول اشرف بن شرقي استمر يا ابني، انا بقول لحسين الشحات ايوه كده يا حسين، انا بكرر تهنيتي ليك انت اشرف بن شرقي، والسلام عليكم ورحمه الله. طبعا يعني كلام اللي هو ايه، كلام عبث والله العظيم. لو تحس ان ده مدير فني هو يعني لسه بيدرب الفريق بقاله اسبوع، ما يا باشا ده احنا عمالين بنصيح والله بقالنا الشهور مش الاسابيع، ان انت لو بكل بساطه بتدرس بس المنافس بتاعك، بتشوف اللعيبه بتاعتك، بتوظف كل واحد في مركزه، ما كانش ده بقى حلنا. هو انت مش بنفسك طلعت بتسف على اشرف بن شرقي من شهر؟ لما قلت اشرف بن شرقي جه بيقول لي انا يا اما بلعب في الهجوم يا اما بلعب وينج شمال، قلت له احنا مش فاتحينها سوبر ماركت؟ فاكرين يا جماعه؟ فاكرين النهارده يشاء ربك السميع العليم، الراجل اشرف بن شرقي بيذله بادائه، بيذله باهدافه النهارده في اهم مباراه في الموسم اللي ان شاء الله تكون مسار التغيير، وبيخلي الراجل النهارده بيعترف بخطأه عيانا بيانا قدام الناس كلها. احتمالات النادي الاهلي من هنا لمباراتين اللي فاضلتين ان شاء الله. النادي الاهلي اقصى عدد من النقاط ممكن يوصلوا في المباراتين اللي جايين قدام انبي وقدام فريق المصري هي رصيد 53 نقطه. تمام كده، انا بسهل عليك الحسبه على قد ما اقدر. طيب بالنسبه لنادي الزمالك دلوقتي عنده 50 نقطه، انا اللي عايزه ان نادي الزمالك يوصل ل 53 نقطه بس. ليه؟ الزمالك ده معناه ان هو يخسر ماتش
ويكسب ماتش. تمام كده. الزمالك لما يوصل ل 53 نقطه ويتساوى معاه في رصيد النقاط، انا اكسب بفرق المواجهات المباشره، انا واخده رايح جاي ما شاء الله. مشكلتي دلوقتي بعيدا عن نادي الزمالك على فكره عنده ماتش سيراميكا هيكون صعب جدا بامر الله تعالى، وسيراميكا بينافس على مكان في الكونفدراليه، فالطبيعي جدا ان سيراميكا الماتش ده هيبقى مش سهل. انا مشكلتي كلها في بيراميدز، وهو ده اللي كنت لسه بتكلم فيه وبرد على مستر كيس خروب. بالك انت لو كنا كسبنا بيراميدز بادائك اللي انت قدمته النهارده ودراستك للزمالك بما يرضي الله، ما كانش ده بقى حالنا. لو كنت كسبت نادي سيراميكا كليوباترا بدل التعادل اللي تعادلناه، ولا مش الماتش بتاع ضربه الجزاء اياه ده، كان حالنا بقى مختلف تماما. مشكلتك دلوقتي في نادي بيراميدز للاسف، عشان بيراميدز وهو عنده 50 نقطه دلوقتي، احنا محتاجين بيراميدز يخسر ماتش ويتعادل ماتش. تمام. احنا محتاجين كده يا جماعه ان لان بيراميدز لو كسب مباراه وبقى عنده 53 نقطه وتساوى معاك في عدد النقاط، للاسف بيراميدز يعدي بفارق المواجهات المباشره، لانه كسبنا مع الدور الاول وكسبنا مع البي في الدور الثاني بنتيجه 3-0. حسبه انا عارف انها ممكن تكون صعبه ولكنها مش مستحيله، وده دايما اللي عودنا عليه النادي الاهلي وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم على خير في حلقه جديده بكره بامر الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.